السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. طيب ان شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن ازاي لو احنا عندنا داتا سيت، تمام، ازاي الداتا سيت دي نبتدي نعمل لها تريننج، تمام، وكمان نبتدي بعدين نعمل evaluate للتريننج اللي احنا عملناه، ونبتدي نعمل deploy، ونبتدي نعمل inference على الداتا دي. تمام. طيب النهارده هنتكلم عن ازاي نعمل الحاجات دي كلها عن طريق الكلاود او عن طريق AWS خصوصا يعني. اوكي. طيب فهنبتدي مع بعض النهارده عشان تفهم الفيديو ده. هيكون مطلوب منك انك تكون عارف ال ML pipeline عموما، ايه الخطوات بتاعته او بيتم ازاي بشكل عام، حتى لو مش على AWS اكيد، لان احنا هنشرح على AWS، بس مطلوب منك انك تكون عارف بشكل عام. مش شرط انك يكون عندك experience جامدة في الكودينج او كده، بس المهم انك تبقى فاهم ال ML عموما، البايبلاين بتاعه بيبقى ماشي ازاي، الخطوات بتاعته بتبقى ماشية ازاي بالترتيب. طيب فان شاء الله النهارده هنبتدي نشتغل مع بعض على الكلاود او على AWS. تمام، وهنبتدي نشوف مع بعض الموضوع بيمشي ازاي. طيب اول سيرفيس هنتكلم عنها النهارده في AWS هتكون هي ال S3. تمام. طيب فلو جينا دخلنا هنا على ال S3، ال S3 باختصار هي عبارة عن كأنها الهارد ديسك بتاعك على الجهاز. تمام، يعني نعتبرها حاجة شبه جوجل درايف شوية كده، بس يعني هي بالنسبة ل AWS فهي بتعتبر هي ستورج. تمام، هي السيرفيس بتاعت ستورج، زي بالظبط كأن في هارد ديسك متركب عندك في الجهاز. تمام. طيب عشان نبتدي نكريت باكيت، او خلينا نقول ان احنا هنا هنكريت بارتيشن، تمام، او فولدر اللي هو بيكون فيه الداتا بتاعتي. تمام. طيب احنا هنا مكريتين واحد بس عشان الوقت، فلو جينا دخلنا هنا هنلاقي عليه مرفوعين عليه الفايلين، وفايل بتاع التست وفايل بتاع التريننج، والفايلين CSV. اوكي. وطبعا عشان الفايلات مساحتها بس كانت يعني نص جيجا او حاجة، فعشان كده ابتدينا يعني رفعتهم قبل الفيديو. طيب لو انت اللي هتكريت الباكت فهو الموضوع بسيط. كل الفكرة انك هتيجي تكريت باكت من هنا، هتدوس كريت باكت، وهتبتدي تعمل اسم للباكت بتاعتك. تمام، وبعد كده بس يعني المهم ان الاسم ده يكون يونيك، حاجة شبه اليو ار ال كده محدش مستخدمه خالص. فلو انت عندك الدومين بتاعك هتحطه وتعمل سلاش اسم البروجكت بتاعك، او ممكن تكتب اسم البروجكت وبعديه اي 6 ارقام عشوائية. تمام، وهتبتدي تعمل كريت باكت. تمام، بس كده. لو انت عايزها تبقى بابليك هتيجي من هنا تشيل الاكسس وهتخليها بابليك، وهتقول له انك acknowledgement. اوكي. طيب هتدي acknowledgement. اوكي. طب احنا كريتنا الباكت ورفعنا الداتا بتاعتنا عليها خلاص. فتاني خطوة عندنا هي ان احنا هنروح للسيج ميكر. طيب قبل ما نروح للسيج ميكر ونقول ايه هو سيج ميكر، خلينا في الاول نبتدي نشوف مع بعض الداتا بتاعتنا اصلا عاملة ازاي. تمام. طيب خلينا هنا نبتدي ندوس على سيج ميكر، وخلينا بعدين نروح نشوف الداتا بتاعتنا. طيب الداتا بتاعتنا لو احنا جينا هنا للإكسل فايل بتاعنا عشان نبتدي بس نشوف بصة سريعة كده على الداتا. طيب فهنيجي للإكسل. طيب هنا الداتا بتاعتنا أول كولوم عندنا ده بيكون هو التارجت. لما بنيجي نشتغل على سيج ميكر اول كولوم دايما بيكون عندنا هو التارجت، او هو الحاجه اللي انا اعمل لها بريدكت، الحاجه اللي انا اعمل لها انفيرنس. طيب الداتا سيت هنا بتاعتي هي الداتا سيت موجوده كده كده اونلاين بابليك، يعني لو انتوا حبيتوا تاكسسوها. طيب الداتا سيت هنا بتاعتي بتتكلم عن مواعيد التاخير بتاعه الطيارات. تمام. فالداتا سيت فيها فيها الداتا بتاعت سنة كاملة للمطارات في أمريكا. تمام، الطيارة بتتأخر امتى، ودايما بيبقى فيه الميعاد وميعاد الطلوع، وبيبقى ظروف الجو وهي طالعة من مطار ايه وطالعة امتى وكان المفروض تطلع امتى يعني كل الفيتشرز طبعا اللي احنا شغالين عليها. اوكي. طيب واليوم والساعة والحاجات دي كلها. طيب فأول كولوم هنا زي ما احنا قلنا ميعاد، يعني ده كده هيبقى عبارة عن ميعاد التأخير. تمام، وبعدين عندي باقي الكولومز. طيب هنلاقي هنا ان كان عندنا كولومز كاتيجورال، زي مثلا ان هي كانت يوم ايه، سبت حد اتنين تلات. فالحاجات دي احنا عملنا لها وان هوت انكودنج. تمام، عشان هي كاتيجورال تاتا فادتنا الشكل ده. طيب فلو جينا هنا نعد الفيتشرز اللي عندنا اللي احنا شغالين عليهم هنلاقيهم 716 فيتشر. تمام. طيب ليه اشمعنى الرقم ده اللي انا ركزت عليه؟ عشان ده الرقم اللي احنا هنعوزه. تمام، لما نيجي نعمل تريننج للموديل. طيب تقريبا احنا كده مش عاوزين حاجة تاني من الداتا. لو حد عايز يعرف اكتر عن الفيتشرز بتاعت الداتا هيلاقي الداتا سيت، ممكن اسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن.
طيب خلينا نرجع دلوقتي لسيج ميكر. تمام كده سيج ميكر معانا. طيب سيج ميكر لو جينا فتحنا، احنا اول حاجة هنعوز نعمل تريننج. تمام، فهنيجي عند التريننج وهنختار تريننج جوب. احنا خلاص الداتا بتاعتنا جاهزة، احنا اول حاجة عايزين نعملها عايزين نعمل تريننج. طيب فهنيجي هنا وهنقول له create training job. طيب هنيجي هنا نسمي الاسم. طبعا بيقولك برضو ان الاسم هنا هيكون عبارة عن ان الاسم لازم يبقى يونيك وزن الاكونت بتاعك في region. تمام. طيب فاحنا مثلا دلوقتي خلاص هنقول له مثلا فاينل وهنديله 6 ارقام كده عشوائيين. تمام. طيب وهنا هنقول له ان عندي، بيقول لي عايز رول. الرول دي معناها ايه؟ ان احنا بنديله اكسس على الباكت اللي احنا عملناه. بس فهنديله سيج ميكر رول. تمام. وهنا بيقول لي ايه الالجوريزم اللي انت عايز تعمل عليه ترين. هل انت عندك الجوريزم بتاعك ولا انت عايز تستخدم الالجوريزم بتاع سيج ميكر ولا باقي الاختيارات؟ طيب خلينا احنا دلوقتي هنستخدم الالجوريزم البلت ان بتاع سيج ميكر. تمام، يعني احنا بنقول له ان احنا هناخد الجوريزم من عندك. طيب فبيقول لي اختار الالجوريزم اللي انت عايزه. طيب هتلاقوا اغلب الالجوريزم، مش اغلب يعني كل الالجوريزمات تقريبا المشهوره هتلاقوها. طيب احنا هنا طبعا الداتا بتاعتنا هتبقى ريجريشن، لان زي ما انتوا شفتوا في الاكسل الاوتبوت بتاعي عباره عن ارقام نوميريكال. تمام، فبالتالي احنا هنشتغل هنا ريجريشن. طيب فهنقول له linear learner. تمام. طيب linear learner ده يعني بيكون جواه ال linear regression وكمان لو احنا عايزين نعمل classification برضو اللوجيستيك regression. اوكي طيب احنا هنا هنشتغل linear regression فهنختار ال linear learner. تمام. طيب بعد كده هنبتدي نختار هنا ان احنا الانبوت بتاعنا هيكون عبارة عن ايه. فاحنا الانبوت بتاعنا هيكون عبارة عن فايل. طيب البايب ده حاجة تاني ممكن نتكلم عنها بعدين، بس خلينا دلوقتي ان احنا عندنا الانبوت عبارة عن فايل، فهنبتدي ندخله الانبوت كفايل. طيب بعدين هننزل فبيقول لي ال configurations بتاعة الريسورس اللي انا هبتدي اشتغل عليها، نوع الماشين اللي هو هيبتدي يعمل عليها تريننج. فاحنا هنا مختارين ال MLM4X large. تمام، فبالنسبة لنا هتكون كافية. تمام، دي عبارة عن يعني اللي هي السيرفر اللي هو هيترين عليه مثلا، خلينا نقول اول ماشين اللي هو هيترين عليها. طيب بالنسبة للنتورك احنا برضو دلوقتي مش هنشتغل عليها. تمام، يعني احنا هنشتغل دلوقتي على الديفولت في بي سي، ملناش دعوة بالموضوع ده دلوقتي. لو حد ما يعرفش يعني ايه في بي سي فخلاص دي هنسيبها زي ما هي. طيب بعد كده الهايبر بارامترز بقى بتاعت الموديل بتاعي. تمام، طيب هتلاقوا الهايبر بارامترز هنا طبعا كتير. طيب الهايبر بارامترز كلها هتلاقوا التفاصيل بتاعتها هنا اهو في الدوكيومنتيشن. تمام، بس فهو بيقول لك ان انت ممكن تغير الهايبر بارامترز وممكن تسيبها زي ما هي. طيب احنا في حاجه اساسيه بقى مطلوبه مننا هنا اللي هي الفيتشر دايمنشن. تمام، طيب زي ما احنا قلنا لما احنا شفنا الاكسل فايل بتاعنا كان عندنا 716 فيتشر. تمام، كان عندنا 717 كولوم منهم الكولوم بتاع التارجت، فاحنا كده عندنا 716 فيتشر. تمام. طيب بعد كده تمام كمان احنا هيكون عندنا هنا البريدكتور تايب. احنا هنا هنبقى اهو زي ما اتكلمنا ان احنا كان عندنا ان احنا لو عندنا classification اللي هو اللوجيستيك ريجريشن سواء باينري او مالتي كلاس، وعندنا الريجريسور. تمام، طيب الريجريسور اللي هو هنا عبارة عندي عن اللي هو عبارة عن linear regression يعني. اوكي طيب وهنا هو محدد 15 ايبوك والباتش سايز مدي 1000. اوكي طيب هنسيب كل حاجة زي ما هي default وهنبتدي ننزل تحت. تمام، على بعدين الانبوت داتا. طيب فبيقول لي هنا ان هو عايز يعمل configuration للانبوت بتاعي. طيب فالانبوت بتاعي احنا اول حاجة عندنا الترين داتا، فهنقول ان احنا عندنا الترين الانبوت خلاص احنا اتفقنا ان احنا هنعمل فايل مش بايب. تمام، وبعدين هيكون عندنا الكونتنت تايب. هنكتب احنا عندنا الكونتنت تايب عبارة عن تكست لان احنا مدخلين فايل CSV. تمام، طيب فاحنا هنقول له ان الفايل عبارة عن تكست. تمام، و CSV. تمام، وبعدين سيمي كولون، وبعدين بنقول له ان الليبل سايز بتاعي عبارة عن 1. يعني ايه الليبل سايز بتاعي عبارة عن 1؟ يعني انا دلوقتي عندي التارجت بتاعي عبارة عن كولوم واحد مش اكتر من كولوم. اوكي طيب كمان بعد كده هنبتدي نختار ان احنا هنجيب منين الانبوت بتاعنا.
تمام. فالانبوت بتاعنا احنا خلاص حطيناه على S3، فهنجيبه من S3. طيب فبيقول لي هات لي ال S3 لوكيشن بتاعك. تمام. طيب فممكن نيجي هنا بقى نجيب ال S3 ونفتحها في تابع تانية عشان نبتدي نجيب ال S3 لوكيشن بتاعي. تمام. فلو رحنا هنا على ال S3 هنيجي نختار الباكت بتاعتنا، تمام، اللي احنا حاطين عليها الداتا. تمام. وبعدين هنيجي نقول له open ليها، وهنقول له copy ال S3 URL بتاعنا. تمام. طيب فهنيجي هنا لو جينا على ال properties بتاعتنا هنلاقي هنا اهو ال ARN بتاعها. تمام. طيب فهنيجي عند ال SageMaker وهنيجي نحط له ال ARN هنا. طيب هو بيقول لي include من اول S3 بس، فهنخليه هيكون عبارة عن الشكل ده. طيب احنا هنا بقى عايزين نديله كمان الفايل بتاع التريننج. تمام. فلو جينا هنا بقى على الفايل بتاع التريننج في الاوبجكتس هنيجي على الفايل بتاع التريننج وممكن على طول نقول له copy S3 URL. تمام. URI سوري. طيب فهنيجي هنا هنزود اللي هي السلاش وبعدين هنقول له training، او هنيجي على طول هنا احنا خدنا الفايل كامل فيبقى S3 اسم الباكت بتاعتي. تمام. دي اسم الباكت بتاعتي وبعدين اسم الفايل. بس اللي احنا كنا جايبينه في الاول كان واصل لغاية هنا بس لغاية اسم الباكت، ما كانش جايب معاه اسم الفايل بتاع التريننج. تمام. طيب كده احنا خلاص عرفنا له التريننج. تمام. طيب بعدين احنا دلوقتي عايزين نعمل تشانل تاني للتست، عايزين نقول له ان كمان في فايل تاني هتاخده اسمه تيست. فنيجي هنا نقول له تيست، برضو الانبوت بتاعي عبارة عن فايل والكونتنت تايب بتاعي عبارة عن زي ما احنا قلنا تكست CSV، وبعدين الليبل بتاعي برضو واحد، وكذلك برضو بعدين هنقول له ان ال S3 location بتاعي عبارة عن اللوكيشن بتاع الفايل التست بقى المرة دي. فنيجي هنا ونقول له copy ال URI وهنحط له هنا، فهيبقى هنا اتغير عندي اسم الفايل بقى flight test. اوكي. طيب كمان بعد كده هنبتدي نعمل ال output configuration. فهنا بيقول لي في التشيك بوينت لا هنسيبها. تمام. هنيجي هنا عند الاوتبوت كونفيجريشن. طيب هنحط نفس الباكت بتاعتنا. تمام. بس هنشيل منها اسم الفايل، فكده هو هيدخل يكريت فولدر جوه ال S3 ويبتدي يحط جواه الداتا بتاعتي. تمام. طيب فخلينا بعدين هنبتدي نعمل خلاص هنبتدي ندوس على create training job وكده هو هيعمل لنا التريننج جوب بتاعتنا. طيب تقريبا عشان التريننج بس يخلص تمام فهياخد مثلا 10 دقايق او حاجة. تمام. فهبتدي دلوقتي بتاع ده هفصل زي ما انتوا شايفين اهو التريننج جوب in progress. فهبتدي بس هفصل الفيديو شوية ونبتدي نرجع لما التريننج جوب دي تخلص. طيب برضو ممكن قبل ما نقفل كده احنا لو دخلنا على التريننج جوب هنا تمام هنلاقيها in progress لسه شغالة. تمام. وكمان لو جينا هنا هنبتدي عندنا الهيستوري بتاعها. تمام. ولو نزلنا برضو هنبتدي نلاقي الماتريسيز اللي بتبتدي اللي مسمعة في المونيتور هنا. تمام. اول ما يعدي 5 دقايق هتبتدي تظهر معايا الماتريكس. تمام. الماتريكس بتاعت الاستهلاك بتاع السي بي يو والميموري في الماشين اللي احنا مختارينها. تمام. فخليني افصل وارجع لكم اول بس ما يعدي كده بس وقت الداتا تظهر وهرجع لكم تاني. طيب زي ما احنا شايفين كده لما رجعنا دلوقتي عندنا التريننج جوب بتاعتنا كومبليت خلاص. تمام. فجينا دخلنا عليها
خدت 13 دقيقة. طبعا حجم الداتا كبير جدا زي ما انتوا شفتوا يعني، فكون هي خدت 13 دقيقة دي حاجة حلوة، وده طبعا عشان الماشين اللي احنا مختارينها. اوكي. طيب، فلو جينا زي ما قلت لكم، لو جينا نزلنا هنا عند المونيتور، تمام، فهنلاقي هنا ان بيبتدي يقول لنا ان عندنا الميموري كانت عاملة ازاي، السي بي يو كان عامل ازاي طول ما هو شغال، الديسك كذلك، اللوس برضو، يعني اللوس كان بينزل طول ما احنا ماشيين كان بينزل، تمام، through output. اوكي، وكمان البروجرس، الام اس اي، المين سكوير ايرور كان عامل ازاي عندي، والابسوليوت لوس واللوس فاينل والكلام ده كله، تمام. طيب، لو جينا كمان دخلنا على اللوجز هنا، لو قلنا له فيو لوجز، تمام، ده طبعا لو دخلنا عليه وهو بيعمل تريننج كان هيبقى جايب لنا اللوجز بتاعتنا ماشية ازاي. ثانية واحدة يبتدي يحمل معانا. اوكي. طيب، هو عبارة بس هيبقى جايب لنا يعني زي لما بيبقى ظاهر عندنا في التيرمينال او في الجوبيتر واحنا بنعمل تريننج، يبقى ظهر لنا كل ايبوك والماتريكس، الماتريسيز بتاعتنا عاملة ازاي وكده، تمام. فهنا هو لو جينا اخترنا التريننج جوب بتاعتنا، فهنلاقيه جايب لنا لوج بقى بكل اللي كان بيحصل فيها، تمام. وادي هنا الايبوكس، يعني هنا هو بيقول لي دي ايبوك 12، ايبوك 11، وهكذا بقى كل واحدة بدأت امتى وخلصت امتى، والماتريسيز بتاعتنا كانت عاملة ازاي جواها والكلام ده كله. طيب، التريننج جوب دي في الاخر طلعت معانا ايه؟ دي طلعت معانا الموديل ارتيفاكت، تمام. طيب، الارتيفاكت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن في الويتس الاخرانية اللي احنا هنبتدي نديبلوي عليها الموديل، تمام. طيب، فلو جينا هنا ورحنا قلنا له بقى خلاص احنا عايزين نكريت موديل، تمام، عشان نبتدي نعمل عليه انفيرنس من الارتيفاكت اللي طلع من التريننج جوب بتاعتنا، من الويتس اللي طلعت من التريننج جوب بتاعتنا، تمام. فهنبتدي نعمل موديل هنا، هنسمي الموديل ده، خلينا برضو فاينل. اوكي، ونفس الفكرة برضو هنسميه اوكي، نفس الفكرة، واخد نفس الرول بتاعت السيج ميكر. طيب، هنا بيقول لنا بقى انت الانبوت بتاعك، الكونتينر بتاعك هنجيبه منين؟ فهنقول له ان احنا عندنا ارتيفاكت، تمام، اللي هو الويتس بتاعتنا على طول هنديها لك عشان تبتدي تاخد منها على طول. اوكي. طيب، هنا بيقول لنا هل انت هتستخدم سنجل موديل، تمام، هتهوست سنجل موديل ولا عايز تهوست اكتر من موديل؟ لا، احنا هنستخدم سنجل موديل. طيب، فهنا بيقول لي اللوكيشن بتاع الارتيفاكت، ادي اللوكيشن بتاع الارتيفاكت. طيب، هو جاب منين اللوكيشن بتاع الارتيفاكت؟ عشان احنا دوسنا كرييت موديل على طول. طيب، لو احنا كنا جينا عملنا من هنا، من على inference، وكنا جينا من موديلز هنا وكنا عملنا موديل من هنا، ما كانش هو يبقى حاطط لي اللوكيشن بتاع الارتيفاكت. فكنا ببساطه نروح نجيب اللوكيشن بتاع الارتيفاكت من هنا، هو من الاس 3 اللي احنا كنا مكريتينها في الاول، هتلاقيه هو زي ما انا قلت لكم، هتلاقيه كاريت فولدر جواها، وجوه الفولدر ده هتلاقي الاوتبوت، وهتلاقي جوه الارتيفاكت بتاعتنا اللي هو دوت tar.js. اوكي. طيب، فهو خلاص حط لي كمان ال اللوكيشن بتاع الارتيفاكت بتاعي، فخلاص هنقول له create model. طيب، كده هو هيبتدي عمل create للموديل بتاعي، تمام. هي كده ناقص ان احنا نحط الموديل ده بتاعنا دلوقتي، كده خلاص احنا عملنا training وعملنا evaluate وعملنا deploy، تمام. احنا دلوقتي ناقص ان احنا نعمل deploy، تمام. طيب، الديبلوي ان احنا هنبتدي ناخد الموديل اللي احنا عملناه دوت، تمام، ونبتدي نروح نحطه على ماشين تاني، على سيرفر، عشان الناس تبتدي تقدر تدخل عليه وتبتدي تعمل انفيرنس من عليه. طيب، كون ان انا احطه على كون ان انا ابتدي احطه على جهاز واعمل من عليه انفيرنس، دي هنا عندي في السيج ميكر حاجه اسمها اند بوينت، تمام. ان انا بعمل اند بوينت، ان انا بعمل نقطه وصول للموديل بتاعي ده، ان الناس تقدر تاكسسه، تديله الفيتشرز وتبتدي تاخد منه اوتبوت. فهنيجي هنا وهنقول له create endpoint، تمام. هنقول له الاند بوينت بتاعتي اسمها final وكده،
اوكي، وهنيجي نقول له هنا create new endpoint configurations. تمام. طيب هتقول له ان ال configuration name اللي انت هتعمله ده هو اسمه ايه. ال configuration هنا عشان انت بتعمله مرة واحدة، وبعدين لو انت عايز تكريت endpoint تانية فبتكون بتكريتها من نفس ال configurations. هتيجي هنا بدل ما انت بتكريت new هتقول له existing configuration. اوكي. طيب احنا هنا هنستخدمها serverless، مش هنعمل provision لحاجة، فهنقول له ان احنا هنستخدم serverless. تمام، واحنا مش هنعمل encryption حاليا. تمام، فهنيجي نقول له هنا create endpoint configuration. طيب احنا نسينا حاجة. هنا بتاع ده، هنا ما عرفناش الموديل اللي احنا هناخد منه. تمام، فطبعا لازم نديله الموديل اللي احنا عملناه، فاحنا الموديل بتاعنا كان اسمه كده. هنيجي ناخد الموديل ده وهنقول له save، وهنقول له create endpoint configuration. وبعدين خلاص هنقول له create endpoint. اوكي، هنستنى طبعا لغاية لما الستاتس بتاعتها تكون in service. هي حاليا بيتعمل لها create. طبعا ما تنسوش ان هو حاليا يعتبر بيكريت سيرفر او بيكريت ماشين اي سي 2 هي عشان يبتدي يشتغل عليها او يبتدي يعمل عليها الانفيرنس. فطبعا هي بس هتاخد شوية وقت يعني. اوكي. طيب حاليا احنا خلينا نراجع مع بعض الخطوات كده اللي احنا عملناها امبيدت. يبقى احنا اول حاجة عملنا تريننج جوب، ان احنا عطينا له الداتا سيت بتاعتنا، وهو ابتدى من الداتا سيت دي ابتدى يكريت يطلع لي في الاخر الويتس اللي هو اشتغل عليها في التريننج لغاية ما طلع الاكيوريسي اللي طلعت لنا. تمام. طيب وبعد كده ابتدينا خدنا الويتس دي وكريتنا منها موديل. تمام. طيب الموديل ده خدناه وابتدينا نحطه على اند بوينت عشان يبتدي يستخدمه ان هو يقدر الناس تاكسسه ونقدر نعمل عليه انفيرنس. اوكي. طيب دلوقتي بعد ما الموديل هيبقى عندنا على الاند بوينت فخلاص احنا كده هنبتدي نقدر ناكسسه. تمام، ونقدر نعمل عليه inference. تمام. طيب هنبتدي ازاي نقدر نأكسسه او ازاي نعمل عليه inference. طيب ممكن طبعا عن طريق يعني عن طريق ال CLI او عن طريق ال SDK. طيب يعني طيب بيكون عندنا الطرق، يا اما زي ما بنقول ال CLI، يا اما عن طريق ال AWS الكوماند لاين بتاع AWS هتقدر تاكسس الاند بوينت بتاعتك تديها الانبوتس وتاخد منها inference، يا اما هتقدر عن طريق ال SDKs. تمام، ال SDK اللي هو عن طريق الابليكيشن بتاعك، سواء انت بقى يعني هنا هتلاقيه compatible مع ان انت لو شغال نوت جي اس، جافا سكريبت، بايثون، طبعا مع كل الويب فريم وركس هتلاقيه شغال، هتلاقيه انتجريتد مع الموبايل كمان. فعن طريق ال SDKs او Software Development Kits تمام هتلاقيه سواء ايا كان الانفايرمنت اللي انت عايز تنتجريت معاها هتلاقي طريقة انك تنتجريت معاها عن طريق ال SDK. تمام، وكمان ممكن برضو عن طريق ال API اكيد يعني. اوكي. طيب احنا نفسنا هنأكسسه ازاي. احنا ممكن دلوقتي مثلا نجرب ان احنا لو عايزين نعمل inference ممكن نبتدي نجرب ان احنا نفتح مثلا كلاود 9 ده اي دي اي كده، بس هنبتدي ناكسس منه ان احنا نعمل سكريبت كده صغير نبتدي نعمل انفيرنس منه. اوكي. طيب فاول ما الاند بوينت تتكريت عندنا هنبتدي نعمل السكريبت. طيب خلينا احنا ممكن عندنا ما الاند بوينت تتكريت. تمام، ممكن نبتدي نروح نفتح الكلاود 9. طبعا مش لازم عن طريق الكلاود 9 يعني، بس انا هنا الكلاود 9 اسهل معايا يعني. فنيجي هنا على الكلاود 9 ونفتحه.
هيكون عندنا فيه ال default environment، فممكن نبتدي نعمل هنا open IDE. طيب خلينا نشوف ال endpoint عندنا اتكريتت ولا لسه. لسه. طيب الكلاود 9 طبعا زي ما انتم شايفين هو عبارة عن IDE عادي زي اي IDE بنستخدمه يعني، بس هو هنا موجود على الكلاود. اوكي طيب. فلو جينا هنا كده هنكريت new file. سوري. new file. معلش بس انا كريت الفولدر ده بالغلط. اوكي. فهنيجي هنا نقول له new file. هنسميه اي حاجة، وهيكون عبارة عن shell script. اوكي هنحط عندنا الكود هنا بتاع الكود بتاع الانفيرنس. طبعا هنا انا حاطط بس كده يعني شوية داتا ان احنا كنا سنة 2017، وده كان الكود بتاع المطار، والاخ ده كان الوقت اللي كان المفروض تقلع فيه، وده الوقت كان المفروض توصل فيه والداتا يعني بتاعت الداتا سيت بتاعتي عادي داتا عادية تمام. وابتديت عملت فيكتور من الداتا دي، وحطيت طبعا بناء على الكاتيجوري، بناء على الكاتيجوريز اللي عندي ابتديت احط باقي الكولومز. طبعا مش شرط تبقى حاطط الكولومز كلها، يعني احنا بنعمل انفيرنس عادي هنا، مش يعني مش شرط ابقى حاطط الكولومز كلها تمام. بس وهنبتدي نعمل هنندم على السيج ميكر وعلى الاند بوينت بتاعتنا تمام. وهنبتدي نقول لها ان احنا التايب بتاعنا كذا بتاع ال CSV تمام. وكذلك هنديله الفيكتور اللي احنا كريتناه فوق تمام. وهنقول له ان انت هتعمل عليه predict. اوكي طيب. وفي الاخر هنقول له اعمل لي echo للكلام ده. طيب فخلينا نشوف بس الاند بوينت بتاعتنا اتكريت ولا لسه. هي كل الفكرة ان احنا بس المفروض هناخد اسم الاند بوينت نبتدي نحطه تمام. وبعدين بس كده خلاص، يعني هيطلع لنا الانفيرنس على طول بتاعنا، يقول لنا ان هو متوقع ان الطيارة دي تتأخر قد ايه. فهنا هننادم على باش، وهنديله اسم الفايل بتاعنا. طيب طيب كويس كده. الاند بوينت بتاعتنا خلاص اتكريتد بقت ان سيرفيس تمام. عايزين بس ناخد النيم بتاعها، وهنيجي على الكلاود 9 هنا، هنيجي عند الاند بوينت نيم، هنحط الاند بوينت نيم، وهنيجي نرن الفايل بتاعنا. اوكي اوكي هو مش قاري الفايل. خلينا نعمل رن. طيب فاول ما عملنا له رن هو هنا اهو طلع فوركاست ان الطياره دي هتبقى متاخره 8 دقايق ونص. اوكي طيب. فبكده نكون عملنا ديبلوي للموديل بتاعنا، وعملنا كمان عليه انفيرنس. طبعا هنا الشيل سكريبت دوت انت ممكن تبدله بانك هتبقى حاطه في الويب فرونت اند بتاعك، او هتبقى حاطه في موبايل فرونت اند ايا كان. انت الناس بتاكسس الموديل بتاعك عن طريق ايه يعني، فهيكون موجود هنا تمام. او اذا كنت شغال مع شركة معينة او حاجة، فانت تبتدي تطلع لهم الاوتبوت زي ما هم حابين.
بس وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. أتمنى تكون استفدتوا، أتمنى يكون الفيديو لطيف عليكم وعرفتوا حاجة جديدة إن شاء الله. تمام، شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.